هل وارتحال. مرثية في والدي الشيخ إبراهيم محمد خلوف طياش مباركي، قاضي محكمة الاستئناف سابقا، ومؤسس حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل ابن أنثى إذا ما حل مرتحل، لا طب يجدي إذا يدنو به الأجل. هي الحياة سبيل نحن نعبرها، يحفها الجهد والأحزان والعلل. هي الحياة بها الآمال مترعة، مذاقها المر غطى طعمه العسل. ما من نعيم به الأحزان عاصفة، إلا هباء به الأجفان تكتحل. يا خالق الكون لطفا منك ننشده، أنت الملاذ إذا ضاقت بنا الحيل. في كل يوم لنا حب نودعه، وظننا فيك ربي حفه الأمل. واليوم وحسرة قد غاب والدنا، فكلنا يا إله الكون ممتثل. لا نبدي يأسا ولا ندعو بمندبة، لو سال دمع عزيز سائح هطل. هذا قضاؤك لا منجى لحاذره، مهما تعدد في أقدارنا السبل. قد كان فينا مثالا يحتذى وأبا، تجمعت في أبينا إخوة المثل. دين وعلم كذا صبر ومكرمة، منذ يفاعة سن ما به خلل. ها حل ضيفا على مولاه يرحمه، فأكرم إلهي من قلت به الحيل. واجمعنا يا خالقي في أعلى منزلة، في مستقر به الأتراح تندمل. يا إخوتي، واجتماع الشمل يدفعنا نحو الكمال، وحبل الوصل متصل. لا فرق الله شملا نحن ننشده، إن التفرق في أنيابه الزلل. واختم لنا يا إله الكون خاتمة، يا من بجودك كل الفضل يكتمل. أحمد إبراهيم خلوف طياش المباركي، الأحد الموافق 9/3/1445 هجرية.